بتقولي لابنك امسح النوز بتاعتك ولا بتقولي له امسح مناخيرك؟ كنت في مناسبه عائليه وبالصدفه عيني راحت على طفل صغير عمره حوالي 4 سنين، كان قاعد بيلعب قدامي، بس اللي لفت نظري حصيلته اللغويه مش قد كده خالص، وبحكم شغلي لقيت نفسي مركز معاه بشوفه بيتعامل ازاي مع باقي الاطفال، وفضلت شويه متابع طريقه كلامه وحركاته، ومره واحده اسمع مامته بتزعق له وتقول له نو نو نو. قلت نو. هنا بدأت أركز أكتر ولقيت كل كلامها معاه من فضلك امسح النوز بتاعتك، انت كده نوتي. سكت كده شويه بصراحه وبحاول استوعب هي بتعمل ايه. الولد لسه ما يعرفش يعني ايه لا واقول له نو. ابنك ما يعرفش اسمه ولا اجزاء جسمه ولا عمره سمع مناخير اقول له انا نوز؟ عارف ان مناخير كلمه تقيله شويه، بس دي لغتنا ودي اللي لازم يسمعها ويتعلمها، وبعد كده ابقي دلعيها زي ما تحبي. الطفل في المرحله دي المخ شغال زي الهارد، بيسجل كل حاجه حواليه، واللي هيتخزن هو اللي هيتبني عليه اللغه بعدين. لو دخلت له لغتين في نفس الوقت وهو ما يعرفش ولا واحده فيهم بيحصل تشويش لغوي. عارفه يعني ايه؟ يعني ممكن يتاخر في الكلام، يعني مش هيفهم الاوامر ولا هيعرف ينفذها، يعني مش هيعرف يعبر عن احتياجات ولا هيعرف يتعامل ويتواصل معانا. انا مش ضد الانجليزي خالص على فكره، بس ضد ان احنا نعمل سباق لغات على حساب طفل لسه بيتعلم وبيكتسب اللغه. علميه الاول لغته الام، خليه يعرف يعبر ويطلب ويرد، حصيلته تكبر وساعتها زودي اللي انت عايزاه، انجليزي بقى، صيني، هندي، زي ما تحب، بس البدايه لازم تكون من عندنا احنا بلغتنا احنا، مع مراعاه الفروق الفرديه. طبعا في اطفال نينجا انا عارف، بس لازم تكون متاسسه صح. مش مهم الناس تقول علينا شاطرين ومودرن وهاي كلاس، المهم ان اولادنا يفهمونا ويعرفوا يتكلموا بجد. قولوا لي بقى في الكومنتات، بتقولي لابنك امسح النوز بتاعتك ولا بتقولي له امسح مناخيرك؟